يسعد مساكم صبايا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. رجعت لكم فيديو جديد وطبخة جديدة. نشرت لكم هون من زرعاتي. هون عندي فليفلة صغيرة، وهدول الزرعة التانية بس ما بعرف شو اسمه. المهم طبختي اليوم شيخ المحشي. طبعا هاي على طريقتي، ما بعرف كل واحد بيعملها شكل، بس انا بحب اعملها هيك. اول شي جبت اللبن، خلطته، حركته يعني هيك. بعده جبت بيضة وملح، حطيتهم، كمان خفقتهم حتى انخفقوا مزبوط. بعده رجعت حطيته على الغاز. طبعا بتحطوه على الغاز، بتحركوه، ما بتشيلوا ايدكم حتى ما يفرط اللبن. بس غلى. طبعا اذا شفتوا انتو سميك، نحن ما بناكله سميك، بنحبه يعني هيك انه آه مثل المرقة يعني. فضفت عليه مي. المي حسب الرغبة وحسب كمية طبعا اللبن اللي انتو بتحطوه، مثل ما شايفين. بعد ما بس غلى، ضفت انا الكوسة. طبعا الكوسة حفرتها، ما بنحفرها مثل الكوسة محشي، لا نحفرها هيك بس انه طالع اللب اول مرة، بس يعني ما نسويها رقيقة، يعني تضل شوي سميكة. بعدها جبت الحشوة هي لحمة وبصل وشوية جوز، حشيتها كمان. وبعده قليته. طبعا ما بنقليه كتير زيادة، أو حسب انتو شلون بتحبوا. فأنا قليته شوي يعني هيك، بس انه دبلته تتبيل وضفته كما شايفين. طلعت كتير طيبة طبعا الطبخة، وما كترت، انه سويت طبخة يوم واحد بس. قولي انتو شلون بتعملوا هالطبخة، اذا نفس طريقتي او بتضيفوا عليها اضافات. هلا في بعض العالم ما بعرف يحطوا لها اخر الشي مثل الكوية، كوية الثوم، نحن ما بنحط لها. وجنبها بدي اعمل رز، فما صورت رز، خلاص كلياتنا بنعرف شلون نطبخ الرز. طبعا الرز سادة، ما حطيت له لا شعرية ولا شي، بس هيك رز ابيض و... وبس. وهي كانت طبختي لليوم. ان شاء الله تكون حبيتوها، جربوها، اعطيني رأيكم. وطبعا اذا كنتوا اول مرة بتشوفوا قناتي وبتحضروا فيديوهاتي، بتمنى تحطولي لايك، تشتركوا بقناتي، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. مثل ما شايفين ضفت المي حتى اخفف سماكة اللبن. طبعا المي بدها تكون مغلية، ما هي باردة، عشان ما يفرط معي كمان. طبعا هيك لما بتسقطوا، هلا في ناس ما بيسقطوا الكوسة باللبن، بيحطوها بعدين بجاط مثلا بدون ما يطبخوا، يعني بجاط، وبعده آه، اللبن المطبوخ بيحطوه فوقها بدون طبخ. بس انا بحب هيك انه تنطبخ، بتحس انه الكوسة يعني بتتشرب من اللبن، هيك بتطلع لها طعم اطيب. هيك كان شكل النهائي. صحتين وهنا.